السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ خديجة المناوي. نتمنى تكونوا على خير وبخير وعواشركم مبروكة ان شاء الله. يدخل عليكم هاد العيد بالصحة والسلامة ان شاء الله وباش ما كتمناو. اليوم جيتكم بواحد الحليوة ساهلة ديال العيد بدون عجين، كتجي جد رائعة، كتجي مقرمشة ولذيذة وساهلة، كتوجد بسرعة وكتجي من ألذ ما يكون. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها. خليكم معايا تشوفوا معايا المقادير والطريقة ديال التحضير وفرجة ممتعة. فغادي نبداو على بركة الله. كما كتشوفوا معايا المكونات، غادي نحتاج لواحد رابعة ديال اللوز اولا 250 غرام اللي محمر بالقشرة ديالو ومطحون، وغادي نحتاج 250 غرام ديال الكاوكاو اللي حتى هو محمر بلا قشرة. غديروا هذاك اللي بلا قشرة ولا تحمروه بالقشرة ديالو من بعد تفسخوه وطحنوه. وغادي نحتاج كاس واحد ديال السكر كلاصي، وواحد نص معلقة صغيرة ديال المسكة حرة، ونص معلقه صغيره ديال القرفه ما درتهاش هنا مع المقادير، غادي نزيدها من بعد. غادي ندير هذاك الكاوكاو على اللوز. هنا طحنتهم الطحنه الاولى، من بعد غادي نعاود نطحنهم. المهم هنا راه بدلت ديك الزلافه حيت جاتني صغيره. غادي نزيد كاس ديال السكر كلاصي، مع شويه ديال المسكه حره. هذه طحناها مع شويه ديال السكر، كندير نص معلقه صغيره. وغادي نزيد نص معلقه صغيره ديال القرفه. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان. من بعد غادي نطحنهم الطحنه الثانيه باش يوليو على شكل عقده، يعني ما غاديش نجمعوها بالزيت ولا بالزبده ولا بشي حاجه، فقط غادي نطحنوها مزيان كما كنديروا العقده ديال اللوز. غادي نطحنها مزيان حتى تعلك، وانتم غتشوفوا الشكل ديالها من بعد. فهذا الشكل ديال العقده من بعد ما طحنتها مزيان كنطحنها حتى كترجع عجينه وكتولي معلكه، وما نطحنوهاش عاود اكثر من القياس باش ما تجينا سايحه وتجينا سهله في الخدمه. صافي غادي نكورها ونخليها على جنب. هنا عندي واحد نص زلافه صغيره ديال الزبده اللي تكون مذوبه مزيان ومصفيه من الماء. غادي نزيد عليها شويه ديال الزيت كنديرو غير شويه. غادي نخلطهم. وهاد الزبده ما نستعملوهاش سخونه باش ما تقطعش لينا الورقه. فالورقه اللي غنستعمل غادي ندير هاد الورقه هذه ديال الفيلو. خديت واحد الباكيه غادي نحلها، ومنين تجيو تشريو الورقه ردوا البال التاريخ ديالها حيت شي مرات راه كتخرج معجنه. صافي غادي ناخذ الورقه وغادي نبقى نحاول نحلها غير بشويه بشويه. غادي تحاولوا معاها حيت راه دغيا كتقطع. كما كتشوفوا كنحاول نحلها بشويه. كنبداو من هذوك الجناب حيت شي شويه كيكونوا لاصقين. غادي ناخذ ورقه، وهذيك العجينه اللي بقات كنغطيوها مزيان، ما كنخليوهاش نهائيا في الهواء باش ما كتنشف، حيت الا نشفت لينا الورقه كتبدا تهرس وما يعني ما كتبقى صالحه للخدمه. هنا غادي ناخذ واحد الصينيه اللي غادي نخدم فوق منها. غادي ندير الورقه ديالي، كنرش بشويه ديال الزبده والزيت، غير كنرش بالشيته وكنطويها على جوج باش تلصق. عاود كنرش بشويه ديال الزبده والزيت.
هنا غادي ناخذ واحد الكميه ديال العقده كنشكلها على شكل حربول بهذا الشكل، كنحربلوها مباشره يعني فوق ديك الورقه. غير كنحاولوا نخدموا شويه بسرعه، حيت الا حربلناها من قبل وخليناها العجينه كتطلق، وما ملي غادي نجيو نهزوها ما غاديش تهز لينا بسهوله. هنا واخا ما يجيناش هذاك الحربول قد الورقه كنزيد شويه ومن بعد كنلصقهم، وغادي نطوي بهذا الشكل هذا على الشكل بحال الشكل ديال المحنشه. كنطويها وفي الاخير كنلصق بشويه ديال الزبده والزيت، وكنحطها على هذاك الطرف الاخير ديال الورقه باش تبقى ثابته وما تطلعش منين ندخلوها في الفران. كنحطها في واحد الصينيه. غادي نعاود معكم واحده اخرى بنفس الطريقه، واخا تشوفوها هكا مقطعه شويه من الجناب راه ماشي مشكل، ما كتبانش. كنرش دائما بشويه ديال الزبده والزيت، وكنقلب الورقه على جوج على العرض، وكنولي نرش بشويه ديال الزبده والزيت، وكنديروا العقده ما تكتروش بزاف كما كتشوفوا. راه كندير هذاك الحربول الرقيق. صافي وغادي نحربلها. ومنين تكونوا تحربلوا ما تزيروش بزاف، يعني كديو هذيك الورقه مرخوفه يعني غير بشويه. الا زيرتو ملي غادي تدخلوها الفران غادي تطرطق وما يجيش الشكل ديالها مزيان. غادي نحطها كذلك في الصينيه. كنبقاو مستمرين حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. كما كتشوفوا كنديرهم في الصينيه، من الاحسن تكون بالطول ديال الصينيه يكون بالطول ديال هذوك الحرابل، وكنديروهم يعني في جنب بعضياتهم باش يشدوا مزيان. ما كنديروش واحد بعيد على واحد كما كتشوفوا معايا. وخا بقى لي اتساع في الصينيه. هنا نص كيلو ديال العقده راه جاني هو هذاك مع ديك الباكيه ديال الورقه. وما بقى لي من الزبده والزيت كندهنهم مزيان وكندخلها للفران. عفوا قبل ما ندخلوها للفران كناخذ واحد الموس وكنقطعوها قبل ما ندخلوها للفران، حيت الا طيبناها ومن بعد عاد قطعناها غادي تهرس حيت الورقه رقيقه بزاف. هنا كنقطعها ونحاولوا نديروهم قادين. من بعد ما غادي نكملها كامله بالتقطاع غادي ندخلها للفران. وهنا بالنسبه للفران راه نص ديال النجاح ديال هاد الوصفه هذه يعني في الطياب. خصكم ضروري تعطيوها الوقت ديالها في الطياب. كندخلها على الفرن مشعل من فوق ومن تحت على 150 حتى 160 درجه كاقصى حراره، باش كطيب لينا الورقه مزيان وكطيب حتى من داخل وكتجي مقرمشه، يعني ماشي تخطف من برا بالعافيه، تجي حمراء ومن داخل تجي ديك الورقه معجنه. ضروري كنعطيوها الوقت ديالها في الطياب. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما دخلتها تحمرات. ملي كتحمر راه كيجي اللون ديالها يعني موحد حيت العافيه عليها مهيله. هنا وهي مازال سخونه غادي ناخذ واحد شويه ديال العسل، غير واحد نص ليفه صغيره. العسل اللي يكون جاري يعني ما يكونش هذاك العسل ثقيل، باش دغيا يمشي فوق هاد المحينشات هادو. وكنرش بالعسل كما كتشوفوا هي مازال سخونه باش كتشرب. ومباشره من بعد ما كنديروا العسل وهي مازال سخونه كنرش بشويه ديال اللوز ايفيلي اولا باش ما بغيتو، باش كيلصق لي على داك العسل وكتبقى ثابته. يعني ما نخليوهاش حتى تبرد عاد نرشو العسل ولا شنو داكشي اللي غادي ترشو. وكتكون هكا الوصفه ديالنا سالات. راه ساهله وبسيطه وكيجي المذاق ديالها ولا ألذ. غادي تجربوها وغادي تنال اعجابكم اكيد. فإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناه. كنشكركم على حسن المتابعه ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.